الأستاذ محسن شوقي زايد من الشخصيات المحترمة جدا جدا اللي أنا قابلتها واتعاملت معاها. المرحوم محسن شوقي زايد كان قاموس ثقافة، أخلاق عالية، ذوق، احترام فوق الوصف. الأستاذ محسن شوقي زايد يعني اتعلمت منه يعني إيه ثقافة، وقال لي كلمتين ثلاثة معلقين في دماغي لغاية دلوقتي. قال لي الثقافة مفيش حد مثقف فاشل، مفيش حد مثقف حرامي مثلا، مفيش حد مثقف مدمن مخدرات، مفيش مثقف يحمل أي صفة سيئة. دايما المثقفين مميزين في كل مكان وفي كل جلسة وفي كل زمان. المثقفين دول يعني يعتبر تاني مرحلة بعد علماء. الأستاذ محسن شوقي زايد كان مرة بيكتب رسالة أو قصة أو نثر عن سيدة مش أحسن حاجة. فأنا قلت له مرة يا أستاذ محسن، أنت حضرتك أنا مستحضر الكلام الجميل اللي أنت كاتبه ده في هذا الوصف أو في هذه السيدة. فقال لي آية قرآنية معناها إن هي ما كانتش عملت كده بمزاجها، عملت كده غصب عنها، عملت كده إجبارا من أهلها. ففهمني ووعاني وعرفت منه معلومة جميلة جدا جدا، إن هو ممكن يعبر عن شيء واللي قدامه يفهمه غلط. لكن زي ما أنا عملت كده أنا فهمته غلط، ولكن ما قال لي على الآية القرآنية أنا فهمت منه كلامه. رحمه الله الأستاذ محسن شوقي زايد.